باغي تبيع العملة اللي عندك بسهولة وبدون مشاكل وتتعرف عليها واش أصلية أو غير أصلية وترفع القيمة ديالها. تبع معايا الفيديو حتى الآخر باش تفهم وتستافد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم جميعا. الموضوع اليوم على هاد شركة تقييم النقود NCV Grading، وهذه كتوجد في أوروبا وبالضبط في إسبانيا مدينة فالنسيا. شركة موثوق بها، صاحب شركة الاسم ديالو جوزيف إخيا تصادور، متمكن، عنده خبرة كبيرة في هذا المجال تقييم النقود. لأن تلقيت أسئلة كثيرة من عند المتتبعين ومن عند المشتركين كيسولوني، كيلقاو صعوبة كبيرة في معرفة القطعة النقدية، واش كوبي أو غير كوبي، واش أصلية أو غير أصلية. وأيضا كيلقاو صعوبة كبيرة في البيع ديال القطعة النقدية اللي عندهم، لأن ديك القطعة النقدية اللي عندهم ما عندهاش شهادة، ما معروفاش واش أصلية أو غير أصلية. كما تعلمون في هذا عالم النقود كاين الكوبي، كاين نقود مزورة، لأن يعني كاين بعض الأشخاص الله يهديهم كيبيعوا نقود كوبي على أنها أصلية. فردوا بالكم. فهاد الشركة اللي كتوجد في إسبانيا في مدينة فالنسيا، إذا كنت في أي دولة غادي ترسل القطعة النقدية اللي عندك، كما كانت معدنية أو ورقية، غادي ترسلها لهاد الشركة، غادي تقيم وغادي دير لها شهادة وغادي ترفع القيمة ديالها، يعني الجراد ديالها لا كان طالع القيمة ديالها كترتفع. يعني غادي نعطيكم مثال، هادو بجوج بهم أوراق نقدية من فئة 25 درهم، هذه ما عندهاش شهادة يعني ما مقرادياش. الثمن ديالها يعني كتباع في مواقع البيع والشراء والنقود ما بين 50 حتى 70 درهم، 5 حتى 7 يورو فقط. إنما هذه عندها شهادة من عند شركة NCV مقيمة، فهذه السعر ديالها الثمن ديالها الآن ارتفع ولات أكثر من 35 يورو. كل ما كانت القطعة عندها شهادة السعر ديالها الثمن ديالها كيرتفع، يعني القيمة ديالها كترتفع. ندير لكم مقارنة أخرى بهذه القطعة النقدية المعدنية ديال 5 دراهم والمعروفة عند الكثير من المغاربة ب5 دراهم كرافاطة. هذه إصدار سنة 1965 ميلادية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. هذه قطعة ما مقرادياش، وهذه جديدة يعني ما عمرها ما تداولت، انسر FDC كما كتلاحظوا باقا محافظة على اللمعان ديالها. هذه ما تفوتش 120 درهم، 12 أورو ما تفوتاش لأن ما مقرادياش. إنما هذه القطعة نفس القطعة ديال 5 دراهم إصدار سنة 1965، هذه القطعة هذه مقرادية كما كتلاحظوا، القراد ديالها وصل 68 كما كتلاحظوا. هذه الثمن ديالها الآن ارتفع، يعني القيمة ديالها ارتفعت، يعني هذه تسوى الآن أكثر من 50-60 يورو باش نكونوا واضحين. وكتجيب الكود، يعني كل قطعة لا الورقي ولا المعدني كيجيب هذا الكود هذا. كتدخل للموقع NCV Grading، كدير هذا الكود كيطلع لك جميع البيانات ديال هذه القطعة هذه ديال 5 دراهم والصورة ديال القطعة باش نكونوا واضحين. يعني شركة موثوق بها. وأيضا الورقة هذه حتى هي عندها الكود ديالها، كدير هذا الكود في الموقع ديال www.ncvgrading.com، كتدخل للموقع كدير هذا الكود كيطلع لك أيضا البيانات ديال هذه الورقة النقدية والصورة ديالها. كما كتلاحظوا الشركة موثوق بها، تيكيدا ديال الأمان، يعني شركة أصلية. الاستير هذا فهو جودة عالية، القطعة كتبقى محفوظة، ما كيدخل لا رطوبة لا وساخ لا حتى شي حاجة، كتبقى قطعة محفوظة تبقى هنا حتى 100 عام ما يوقع لها حتى مشاكل. يعني الجودة ديال البلاستيك جودة عالية. لاحظوا أيضا هنا
الاسم ديال الشركة NCV، العملة فيما كان في أي دولة يرسلان. هذه الشركة كتوجد في أوروبا كما ذكرت، بالضبط في إسبانيا في مدينة فالنسيا، يعني قريبة، ماشي فحال شي شركات كتلقاهم في أمريكا ولا في آسيا. يعني كترسلها خصك تستنى 5 شهور وأحيانا نصف سنة وانت كتسنى القطعة باش تقرادا. إنما هاد الشركة هادي في ظرف شهر تكون القطعة ديالك مقرادية، عندها شهادة، رفعتي القيمة ديالها ويمكن تبيعها بسهولة بدون مشاكل. راه خليت لكم الفيديو في الأخير فيه كيفاش تدخل للموقع وكيفاش تسجل وكيفاش تعرف على الشركة أكثر. بالتوفيق للجميع ودمتم في رعاية الله وحفظه. باش ندخلوا لموقع الشركة ساهل، كتمشي لجوجل ودير NCV Grading وكتدخل للموقع من هنا، وهنا كتبان لك الشركة الاسم ديالها، هنا المعلومات على الشركة، كيفاش إلا بغيتي تقرادي شي عملة كتعمر البيانات. هذه الصورة ديال صاحب الشركة، إنسان ممتاز متمكن، عنده خبرة كبيرة في هذا المجال ديال تقييم العملة، وعنده أيضا جروبو اللي كيخدم معاه في هذا المجال. كنعاودو تحت نكونتاكت باش نتعرفوا على المعلومات على الشركة، رقم الهاتف إلا بغيتو تواصلوا معاه على طريق الواتساب أو على طريق الإيميل. وهذا العنوان ديال الشركة كما ذكرت في إسبانيا في فالنسيا. وأيضا اللي بغى مثلا يعمر هاد البيانات، اللي بغى يقرادي شي عملة كيعمر هاد هنا البيانات ديالو، الاسم والمعلومات على القطعة اللي عنده وكيرسلها للشركة. وأيضا اللي قرادا شي عملة يعني دار لها الشهادة، يعني كيعطيوه واحد الكود، يعني كل في الكابسولة كيجي الكود ديال القطعة، لأن كل قطعة كتمشي في الكود ديالها خاص بها، لا الورقي ولا المعدني. كيدير الكود هنا في هذا المكان هذا باش يتعرف على القطعة اللي عنده. هنا مثلا نديرو الكود، هنا درنا الكود، لاحظوا اللي عطاتنا البيانات ديال نفس العملة اللي قراديناها. هنا القراد ديال العملة ديال 25 درهم، 66 القراد، الرقم ديال السيري ديال العملة، الصورة ديال الأصلية الحقيقية. يعني وهاد الطريقة هادي قليل من الشركات اللي كيديروها، قليل، يعني كيقرادي لك العملة واخا كيعطيك الكود ولكن ما كيعطيكش يعني بهاد الطريقة هادي تدخل وتعرف على البيانات أكثر على العملة اللي عندك قراديتيها. كما كتلاحظوا هاد 5 دراهم أيضا كنديرو لها الكود ديالها اللي كيجينا في الكابسولة. لاحظتوا كندخلوا للموقع كنلقاو نفس القطعة اللي عندنا مقرادية المعلومات عليها، يعني القطعة اللي قراديتها أنا كنلقى نفس المعلومات، الصورة ديالها الحقيقية الأصلية، الكود، المعلومات عليها، نفس القراد 68 اللي في القطعة ديال عندي ديال 5 دراهم، نفس المعلومات، الوزن ديال القطعة. يعني شركة موثوق بها، شركة عندها خدمات اللي ما عند الشركات أخرين. توفيق للجميع ودمتم في رعاية الله وحفظه.